هو انت فاكر اسم اول حيوان اليف ربيته وانت صغير؟ طب فاكر اسم مدرس التاريخ بتاعك في تالتة اعدادي؟ طب بلاش دي. فاكر الباسورد بتاع ايميل الياهو اللي عملته سنة 2010 عشان تلعب بيه المزرعة السعيدة؟ سؤال غريب شوية، صح؟ خليك فاكر السؤال ده عشان هقولك اجابته وهتعمل بيها ايه في اخر الفيديو. بس ركز معايا دلوقتي يا صاحبي عشان الموضوع كبير وانا جاي انقذك. شوف بقى يا بطل، احنا عايشين النهاردة في زمن التطبيقات، مش بس رفاهية، دي بقت هي الدركسيون اللي سايق حياتنا. تخيل تصحى من النوم تلاقي الواتساب اختفى، كارثة طبعا. طب تخيل جوجل مابس مش موجود وانت تايه في شوارع القاهرة. او التطبيقات دي معمولة عشان تكون دراعنا اليمين، توفر وقت وتحل مشاكل وتخليك باشا في نفسك. بس وسط الزحمة دي كلها في تطبيق واحد مظلوم ومحدش واخد باله منه، مع انه اهم من كل تطبيقات الاكل اللي بتطلب منه شاورما الساعة 2 بالليل. النهاردة جاي أكلمك عن الحارس الأمين لممتلكاتنا الرقمية، تطبيق اسمه سيف إن كلاود. التطبيق ده تمنه 3000 جنيه، تمنه كبير شوية بس هقولك ليه. ليه بقى؟ أنا خايف عليك وبقولك حمل التطبيق ده. بصراحة يا صاحبي أنا عارف إنك بتستخدم نفس الباسورد لكل حساباتك، 1 2 3 4 5 6، أو رقم تليفونك القديم، ولو حبيت تتفلسف شوية بتكتب اسمك وجنبه 1 2 3، وده عشان تفتكره طبعا. وده يا غالي بيخليك فريسة سهلة لأي هاكر معدي في الشارع. لو عرف باسورد الفيسبوك هيفتح بيه الإيميل والبنك وحتى تطبيقات طلبات الأكل، ودي هتبقى الفضيحة الكبرى. بيجي هنا بقى دور سيف ان كلاود. وظيفته ببساطة إنه خزنة حديد، خزنة بترمي فيها كل الباسوردات المعقدة لكل حساباتك. وكمان هو بيولد لك باسوردات مختلفة ومعقدة بس بيحتفظ بيها، وأرقام فيزة البنك وصور البطاقة الشخصية، ترمي فيه كل حاجة، كل أسرارك الحربية. والميزة هنا بقى إنه مش محتاج تحفظ غير باسورد واحد بس، هو مفتاح الخزنة، وباقي الباسوردات التطبيق هو اللي بيحتفظ بيها ويكتبها مكانك. يعني هو بس احفظ واحد بس وهو هيحفظ لك بقيتهم كلهم. طب نستخدمه ازاي صح؟ أول ما تنزل التطبيق هيطلب منك تعمل ماستر باسورد، وده يا صاحبي لازم يكون جملة مش كلمة، وحاجة مستحيل تنساها لأنك لو نسيته التطبيق نفسه مش هيعرف يرجعهولك، ودي ميزة أمان مش عيب. بعد كده التطبيق بيديك خيارات عشان يربط قاعدة البيانات بتاعتك بخدمة سحابية خاصة بيك انت زي جوجل درايف مثلا. ودي نقطة عبقرية في التطبيق ده بالذات، بياناتك مش عند الشركة المطورة، بياناتك مشفرة ومحطوطة في الدرايف بتاعك انت. يعني مفتاح الشقة معاك والشقة ملكك. وميزات التطبيق بقى دوت اللي بتخلي الناس تحبه وانا منهم، انه ببساطة مش رغاي. في ميزة توليد كلمات سر قوية جدا، هو اللي هيولد لك كلمات سر. يعني بدل ما تكتب احمد 1 2 3 هو يكتب لك شفرة نووية مكونة من 20 حرف ورقم. وكمان بيدعم البصمة او الفيس اي دي عشان تفتحه بسرعة. من واقع بقى تعليقات الناس على البلاي ستور، اغلب المستخدمين بيشكروا جدا في فكرة انك بتدفع مرة واحدة للنسخة البرو، ومش اشتراك شهري زي تطبيقات تانية بتشفط جيبك. الناس شايفة انه تطبيق بيحترم الخصوصية وسريع. بس الحلو ما يكملش، عشان اكون صريح معاك زي ما تعودنا، بعض المستخدمين اشتكوا من شكل التطبيق، ان هو شكله قديم شويه، بيقولوا انه يعني مش مودرن زي المنافسين. ودي حاجه مش مهمه خالص، يعني لما بتجيب خزنه بيبقى لازم شكلها يبقى عامل ازاي. خزنه انت اهم حاجه عندك في الخزنه ان هي تبقى قويه جدا جدا، دي الميزه الاساسيه في الخزنه. لكن شكلها بقى مش فارق معاك، انت فارق معاك اللي جوه الخزنه. كمان في ناس واجهت مشاكل في المزامنه لما يكون النت ضعيف. يعني لو عدلت باسورد على الموبايل ممكن يتأخر شوية عشان يظهر على الكمبيوتر لو النت عندك بعافية شوية. نيجي بقى للسؤال المهم، المطور ده بيكسب منين طالما التطبيق مجاني؟ لا هو مش مجاني، هو 3000 جنيه كده مش مجاني. بس في نسخة طبعا مجانية في التطبيق، بس ما بتاخدش بيها كل المميزات اللي انت محتاجها. بص يا سيدي، مفيش حاجة ببلاش الا العمى والرمد. التطبيق ده بيتبع السياسة، بيديك النسخة المجانية عشان تدوق الحلاوة وتتعود على الراحة. بس هتلاقي مميزات مقفولة زي انك تستخدم مثلا اكتر من جهاز، او تستخدم ساعة ابل ووتشد
او ميزة التعبئة التلقائية في المتصفحات. يبقى انت تفتح اي متصفح جديد مثلا وعايز تدخل باسورد لاي حاجة، فهو التطبيق نفسه بيعرض عليك ان انا ادخل لك كل الباسورد. يعني مثلا فيسبوك هتدخله على المتصفح هيحط لك الباسورد، مش عارف حساب بنكي، مش عارف تدفع فيزا، اي حاجة في اي وقت هو جاهز وحافظ الباسوردات وبيدخلها لك مكانك. فهنا بقى انت بتضطر تشتري النسخة البرو عشان بتلاقي المكسب الحقيقي انك تاخد كل المميزات دي. والمكسب الخفي بقى ان سمعة التطبيقات دي بتخليه يبيع رخص للشركات الكبيرة عشان الموظفين يستخدموه، وده بيزنس كبير اوي يا صاحبي. طب لو سيف ان كلاود مش عاجبك ولا يهمك، انا عامل حسابي في تطبيقات قوية جدا مفتوحة المصدر زي بيت ووردن، ده بقى مجاني بنسبة كبيرة جدا وأمانه عالي. وفي كمان جوجل باسورد مانجر اللي مدمج في تليفونك أصلا لو انت مش عايز تنزل تطبيقات خارجية. في النهاية يا صاحبي نرجع للسؤال اللي سألناه لك في أول الفيديو، فاكر اسم مدرس التاريخ أو اسم حيوان أول حيوان أليف ربيته؟ السؤال ده غالبا هو سؤال الأمان اللي انت بتختاره عشان لو نسيت الباسورد ترجعه. بس المشكلة بقى اننا بننسى اجابة السؤال ده اصلا، او حد قريب منك ممكن يخمنه ويسرق حساباتك. عشان كده نصيحتي ليك، استخدم سيف ان كلاود واحفظ فيه حتى اجابات اسئلة الامان دي، وخليها اجابات عشوائية ملهاش معنى عشان محدش يعرفها. يا رب تكون استفدت. لو خايف على صاحبك الانتيم اللي بيستخدم باسوردات 1 2 3 4 5 6، ابعتله الفيديو ده وقوله يا فضيحتك. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك واشترك عشان يوصلك كل جديد يحمي تليفونك وحياتك. سلام يا صاحبي.